بانكيك يجنن. سويته بالنوتيلا وسويت بالعسل والزبد. طبعا رهيب وشغله كل سهل وما أخذ من عندي تقريبا 10 دقائق. هنا عندي نص كوب من السكر، وهنا بيضتين. طبعا الكوب انتو تتحكمون به. نص كوب من الزيت ضفته. هنا خليت عليه نص ظرف فانيلا ونص ظرف من البيكنج باودر ونص كوب من الحليب، وخلطته كل زين. هنا خليت كوب ونص من الطحين وخاشوقتين من اللبن. اللبن يعطي طراوة تجنن. هنا عندي أي طاوة تيفال، رشيت عليها رشة من الزبد وبديت أخلي عليها البانكيك بهاي الآلة. ما عندكم هاي الآلة عادي بأي شمشة تخلون حبايب قلبي، بس هاي سهل عليكم وسعرها جدا مناسب. كلش حلوة باعوا. بس تطلع تبدي الفقاعات نبدي نديرها على الجهة الثانية. نديرها على الجهة الثانية تصير لكم بهذا الشكل وبهذا اللون، وبعدين نقدم عليها النوتيلا أو العسل أو المربى الجيمر. انتو شنو حابين يقدم ويا الريوق، أو إذا عندكم خطار سريع تقدرون تقدموا لهم وياه. كلش طيب كلش لذيذ وكلش خفيف، خصوصا من حطيت له خاشوقتين اللبن صار جدا جدا طري حبايب قلبي. مكانكم خالي، وأتمنى لو قريبين علي الكل وأسوي لكم أطيب بانكيك حبايب قلبي. إن شاء الله عجبتكم الطريقة. لا تنسون اللايك والتعليق الحلو وتوجيه المنشور على مود يوصل للكل والكل يستفاد من هاي الأشياءات البسيطة الجميلة اللذيذة. إن شاء الله أرجع لكم بوصفات خفيفة وأقدم لكم إياها بشي بسيط متوفر بكل بيت. مع السلامة حبايب قلبي، وأرجع لكم بفيديو ثاني.